المتبرع بتبقى تحاليله موجوده في المعمل، هيتعمل بعد كده تطابق مع تحاليل الوالده على سيستم معين كده. ولو التحاليل تمام بنعيد التحاليل تاني من اول وجديد عشان نتاكد انها زي الفل. اهم حاجه بقى ان انت تمضي المتبرع ده على ايصالات امانه قبل التحاليل طبعا، عشان ما تتغرمش وبعد كده يختفي. بس بقول لك ايه، انا مش واخد حد بنسيونات تاني. يعني ايه؟ هو كان بيحكي لي حلم الصبح بس ففضل. لو التحاليل تمام هتبتدي الاجراءات. اول حاجه هتطلع على الاسم، وبعد كده هتخلي المتبرع ده يمضي على اقرار التبرع لوجه الله تعالى بدون مقابل، ومنها على الشهر العقاري. ودي عندي انا بقى، بس خلي بالك لا ينتش منك المتبرع، سوابق ده. ايه ده؟ وبعد كده هتطلع بقى على نقابه الاطباء، في هناك ورقه معينه لازم تاخدها، وبعد كده هتروح على لجنه وزاره الصحه. طب هما دول بيسالوا عن ايه؟ هيشوفوا بقى لو حد متبرع والوالده هتسمح ان هي تعمل العمليه ولا لا، وهيتاكدوا من الورق. ولو حد سالك على حاجه هتقول ايه؟ لوجه الله. وبعد كده محدش هيعرف اي حاجه هتتم ما بينكم. بعد كده بقى هتجولي، هكون مجهزه لكم كل حاجه في المستشفى. اهم حاجه دكتور الكلى يسال، دكتور المسالك يسال، هتقول له ايه؟ لوجه الله. ونعم بالله. وبعدين؟ ولا قبلين. الباقي بقى ان العمليه تتم والوالده ان شاء الله تقوم بالسلامه. ان شاء الله. ان شاء الله. والله يا جماعه انا مش عارف اقول لكم ايه والله. تقول لنا هناخد كام؟ هنا بقى انا هستاذنكم، انا قلت لحضرتك كل اللي انا اعرفه، بعد كده انا مش هقدر افيدك. ممكن تخليكي شويه بس؟ معلش والله، بس يعني اي كلام في الفلوس هيبقى بره عني، عن اذنكم. انت خايف من ايه؟ احنا هنخطفك. ده البركه بتاعتنا ده. تتعشى؟ فكرت؟ هبه، انا محتاج اشوفك النهارده ضروري، عايز اتكلم معاكي. شوف البنت وشها نور ازاي. تكلمي مين؟ مين بعت لك المسج؟ ها؟ دي رساله عاديه يا شهد. لا يا شيخه. اه والله، بس النهارده شكله يوم هيبقى حلو قوي. طيب مين بقت مدرسه عربي ناو؟ نزلوني في الجدول. مس نجيه بعتت الجدول وعليه يمضة النظره. مبروك يا بوبا. الله يبارك فيك يا شهد. الحمد لله، حصتين بس يعني احسن من ما فيش. ابتسام شكلها نخت على الاخر، دي ما كانتش عارفه تعمل حاجه من غيره. ربنا يديها على قد نيتها بقى. شكلك هتمضي التعيين الجديد ولا ايه؟ يسلم من بقك ربنا، ادعي لي. ربنا معاكي. ادخل. تعالي يا هبه. اقعدي يا حبيبتي. طبعا انت شفتي الجدول. متشكره يا ميس حنان، ومتشكره يا ميس ابتسام. لا أنا ماليش دعوة. بصي يا هبه، انا حطيتك في الجدول عشان مس فاتن كلمتني ووصتني عليكي كتير قوي، وكمان عشان عرفت ان انت بداتي دبلومه التربيه. فانا شايفه اننا ناجل قرار تعيينك الرسمي ده لحد ما تخلصي الدبلومه. ايه رايك؟ ما انا هكملها، بس انا انشغلت مع ماما شويه. والله يا حبيبتي هو ده كل اللي حصل، ومن غير ما ارجع لميس ابتسام، وانت عارفه ان انا ما بحبش اتخطاها، وهي شايفه غير كده بصراحه. ليه يا ميس ابتسام؟ عشان انت خريجة آداب علم نفس، لازم تعملي دبلوم التربية الأول عشان تعرفي تدرسي. دي مسؤولية. لما كنت بعمل لك الجداول وبصحح لك الواجبات وبسد مكانك حصص، ما كانتش مسؤوليه؟ لا يا حبيبتي، أنا كنت بساعدك يبقى لك لازمة. لا، هو انا ليا لازمه غصب عنك. لا 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 لا، احنا صوتنا هيعلى في المكتب ولا ايه؟ ما ينفعش كده. لا، أنا اللي كنت عاملة لك لازمة، إنما دي غلطتي. ارجعي بقى طيشة زي ما كنتي، وجدول الحصص مالكيش فيه. ويانا يا هي يا ميس حنان. شايفه؟ لا، ما هو ما ينفعش تتكلمي معاها كده. هو انت سايباها ازاي تكلمني كده اصلا؟ هبه، انا شايفه ان الامور لازم تهدى شويه ما بينكم. مس ابتسام كبيره المدرسات هنا وزي اختك الكبيره، وكلمتها لازم تمشي. انا شايفه ان انتي تخلصي الدبلومه بتاعتك، وساعتها يا بنتي الامور تبقى هديت ما بينكم وترجعي تتعيني، ما فيهاش حاجه يعني. عندكوا حق. يعني يعني عندك حق، ما هو طول ما انا شايله وساكته
وبعمل اللي عليا وزياده، في حد هيحس بيا ليه اصلا؟ انا بقيت اليوم اجازه بقى بما اني ماليش لازمه يا مس حنان. ايوه يا كابونج. دكتور منصور قافش واستاذ درويش قافش ومستشفى قفشه والليله رايحه في الشلاحات. طيب وانا اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ تعالي حلي معانا. دكتور منصور قافش ان هو ياخد فلوسه كلها مقدم وان محدش يشوفه خالص، والراجل كمان مش عايز يتعامل مع اي حد وعايز يدفع الفلوس بايديه، مش مآمن لينا. انا عملت اللي عليا يا كابونجا، مش انت قلت لي ان انا اوصلك بيه وماليش دعوه؟ وانت ما بترديش عليه، هعمل ايه انا بقى في الليله دي؟ تصرفوا بقى. معلش اتأخرت، أنا ما عرفت أمشي من المستشفى. ولا يهمك. أنتِ عايزة تشربي حاجة؟ لا لا لا، انا مش قادره. شوف انت عايز تشرب ايه؟ أنا تمام. أنتِ كويسة؟ والله مش عارف، بس انا نفسي ارجع كويسه تاني. خير يا ثابت، كنت عايزني في ايه؟ بصي هي بقى، أنا فكرت في حاجات بتحصل في حياة البني آدم حياته قبلها مستحيل تبقى زي بعدها، لأنه بيتغير حتى لو هو متخيل إنه ما اتغيرش. بالعكس، الحاجات دي بتغيره وبتأثر فيه. الحاجات دي ما ينفعش نعاندها. أنا حاسس إن الأحسن لينا إننا نفضل جيران ونحافظ على العشرة والمودة اللي ما بيننا. صدقيني ده الأحسن لينا إحنا الاتنين. الجرح اللي جوانا لسه متقفلش، وللأسف لازم كل واحد فينا يقفله لوحده.